السلام عليكم إخواني الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. اليوم سوف نتعرف على اللائحة النهائية المحتملة لمونديال قطر من خلال تحليل أبرز التصريحات التي صرح بها الناخب الوطني وليد الركراكي. اللائحة التي ستقدم اليوم في هذا الفيديو قد تكون صحيحة بنسبة 90%. قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس وضع في التعليقات اللائحة التي تراها مناسبة. واللائحة جات كالتالي: في حراسة المرمى نجد ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بن عبيد. أما بالنسبة لخط الدفاع نجد نايف أقرد، غانم سايس، أشرف داري، سامي مايي. بالنسبة للظهير الأيسر نجد أشرف حكيمي. أما بالنسبة للجهة اليسرى نصير المزراوي، يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، سليم أملاح، يحيى جبران، عبد الصمد الصابري. أما على مستوى وسط ميدان دفاعي نجد عز الدين أناحي، إلياس الشاعر، أمين حارث، بلال أخنوس. بالنسبة لخط الهجوم هنالك كل من سفيان بوفال، زكريا أبو خلال، حكيم زياش، عبد الصمد الزلزولي. وأخيرا نصل إلى قلب الهجوم وسيتضمن 4 لاعبين: يوسف النصيري، ريان مايي، عبد الرزاق حمد الله، وليد شديرة.